بسم الله الرحمن الرحيم. صبحكم الله بالخير والجمعة مباركة للجميع. نتابع الباوند على المدى البعيد ومتابعة الفيديو السابق. نشوف احنا رسمنا هني الترند صاعد، تم كسر الترند وتوقعنا انه يرجع يعمل اعادة تصحيح للكسر عند هذا الترند ويتجاوز مستويات 61 فايبوناتشي. خلينا نشوف الفيديو. الآن في حالة الإيجابية وفي حالة التصحيح ممكن نشوف مرة ثانية يرجع إلى هذه المستويات ويعمل عندها تصحيح. طيب، عندنا هني قاع قمة وعندنا قاع مكسور وعندنا ترند وفايبوناتشي نفس الشيء رسمناه. هني عندنا قاع قمة وهذا القاع المكسور ونفس الفايبوناتشي. طيب نمشي خلينا نشوف شنو صار في السعر. نشوف انه وصل لنفس المستويات الترند وعمل تصحيح او عمل اعادة اختبار لكسر الترند بشكل رائع. وإن نشوف الآن السعر أخذ مجرى سلبي أو سلوك سلبي بشكل أوضح. نشوف عندنا قمة ثانية، قمة ثالثة بهذا الشكل. وأيضا لو رسمنا ترند بهذا الشكل راح بنشوف إن عندنا قاع يمشي فيه السعر. عندنا قاع قمة قاع قمة قاع قمة. الآن متوقع ينزل ويعمل لي قاع آخر بهذا الشكل. يعني ممكن نشوف مبدئيا مستويات أقرب دعم بيكون عند 41 فقر. الدعم الثاني مثلا عند 23.6 فايبوناتشي. طبعا أنا ما بتكلم على المدى المتوسط أو المدى القريب، أنا أتكلم فيه في الفيسبوك، لكن هذا الفيديوهات اللي أتكلم فيها فقط على المدى البعيد. طيب نشوف لو أخذنا الترند بهذا الشكل، رسمنا من قاع، عندنا قاع ثاني، هذا قاع ثاني. نشوف بهذا الشكل ان السعر محصور في شكل مثلث تقريبا. هذا هو السعر محصور في هذا الشكل. الآن في حال ان الباوند تجاوز هذه المستويات وهذا الترند او خرج من خارج المثلث وتداول بشكل يومي خارج هذا المثلث، هذه بداية بوابة إلى الوصول إلى المستويات المذكورة في الفيديوهات السابقة اللي أتكلم عنها عند مثلا 1.39 1.37 هذه المستويات. وبالتوفيق إن شاء الله للجميع.